السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة هنتكلم فيها عن حصاد الدوري الإنجليزي الموسم 2023. انتهت البطولة الإنجليزية بتتويج نادي مانشستر سيتي بالبطولة كما كان متوقعا من بداية الموسم. أرسنال في المركز الثاني، مانشستر يونايتد في المركز الثالث، نادي نيوكاسل مفاجأة الموسم في المركز الرابع. ودول الأربع أندية اللي ضمنوا صعودهم لبطولة دوري أبطال اوروبا. في المركز الخامس وفي المركز السادس نادي ليفربول ونادي برايتون، ودول صعدوا لبطولة الدوري الاوروبي. وفي المركز السابع نادي استون فيلا مفاجأة الموسم برضو زي نادي نيوكاسل، وصعد لبطولة دوري المؤتمر الاوروبي. على مستوى الهبوط فللاسف هبط نادي ليدز يونايتد، نادي كبير. هبط نادي ليستر سيتي بطل الدوري الانجليزي في يوم من الايام، وهبط نادي ساوثهامبتون، واستطاع نادي ايفرتون ان هو يبقى في الدوري الانجليزي. النهارده هنتكلم عن كل اللي حصل في البطوله، ازاي قدر نادي مانشستر سيتي انه يحقق اللقب في نهايه الموسم، لماذا لم يستطيع ارسنال المنافسه على اللقب حتى الرمق الاخير، ليفربول ومستواه، نادي تشيلسي، توتنهام، اللي حصل فيه الصراع على الهبوط والبقاء في الدوري الانجليزي. كل ده هنتكلم فيه في حلقة النهاردة. بس قبل ما نقول اي حاجة طبعا ما تنساش تعمل اشتراك في القناة وتفعل زرار الجرس على الكل عشان يوصلك حلقاتنا الجديدة اول باول. ويلا بينا نبدأ وندخل في الموضوع على طول. لو هناخد ملاحظة اولية على البطولة بشكل عام، فانا شايف، ودي وجهة نظري طبعا واحترم كل وجهات النظر المخالفة لده، انا شايف ان بطولة الدوري الانجليزي السنة دي ما كانتش بمستوى البطولات اللي قبل كده. للأسف الدوري الانجليزي السنة دي مستوى المباريات فيه ما كانتش بنفس مستوى السنين اللي قبل كده، وده له اسباب. اعتقد ان سبب من ضمن الاسباب دي هي هبوط مستوى نادي ليفربول. طبعا في الكام سنة الاخيرة كنا شايفين طبعا المنافسة الكبيرة ما بين نادي مانشستر سيتي ونادي ليفربول، فده كان خالق حالة في الدوري الانجليزي. مباراة مانشستر سيتي وليفربول كانت خلاص وصلت لمرحلة ان الناس بتهتم بيها اكتر ما بتهتم بمباراة ريال مدريد وبرشلونة في اسبانيا، ودي كانت حقيقة في اخر كام سنة. السنة دي طبعا هبوط مستوى نادي ليفربول اثر بشكل كبير جدا على الدوري الانجليزي. الحالة اللي كان عاملها نادي ليفربول، الضغط العالي اللي كان بيطبقه على نادي مانشستر سيتي، واللي نادي مانشستر سيتي مؤخرا قدر يتغلب عليه. شفنا طبعا المباراة بتاعت الدور الثاني ما كانش فيه منافسة خالص ما بين الفريقين. فاعتقد ان سبب من ضمن اسباب هبوط مستوى البطولة الانجليزية السنة دي هو هبوط مستوى نادي ليفربول. طبعا مش هبوط مستوى ليفربول لوحده، لا، في انديه تانية طبعا مستواها السنه دي كان سيء جدا فاثر على البطوله بشكل عام، زي نادي تشيلسي، زي نادي توتنهام اللي ما كانش فيه غير هاري كين بس بيلعب كوره، الباقي كله للاسف ما بيلعبش كوره، بيلعبوا حاجه تانية. وشفنا انديه كتير بتغير المدربين بتوعها، وده طبعا ناتج عن سوء الاداء. طبعا الدوري الانجليزي عمره ما هيفقد رونقه، انما انا بتكلم عن سوء الاداء. يعني انا بتكلم على الاقل مقارنه بالكام سنه اللي فاتوا، لا، مستوى بطوله الدوري الانجليزي 2023 اقل بكتير من مستوى بطوله الدوري الانجليزي في السنه اللي قبلها والسنه اللي قبلها والسنه اللي قبلها. فدي كانت اول ملاحظه انا لاحظتها السنه دي. لو هنتكلم بقى في حته الصراع على اللقب وازاي قدر مانشستر سيتي انه يحقق البطوله في اخر الموسم، ولماذا لم ينافس ارسنال حتى الرمق الاخير. مبدئيا ارسنال ومايكل ارتيتا باللاعبين اللي كانوا معاه ما كانش فيه اي مشجع لارسنال بيطالب في بدايه الموسم ان ارسنال يحقق بطولة الدوري الانجليزي، ولا حتى انه يكون من ضمن التوب فور. خلينا نتكلم بشكل واضح، جماهير ارسنال كانت كل طموحها قبل البطولة ان هي تشوف فريق بتاعها بيتحسن، تشوف فريق بيتبني للمستقبل. انما فكرة ان هو كان ينافس نادي زي ليفربول او نادي مانشستر سيتي على بطولة الدوري الانجليزي، فدي كانت مستبعدة تماما من جماهير نادي ارسنال. ومن هذا المنطلق نقدر نشكر ارتيتا والفريق اللي معاه انه قدر ان هو يوصل للمركز ده، قدر يوصل للمنافسة مع نادي مانشستر سيتي حتى الأمتار الأخيرة، ولا يلام إطلاقا على عدم تحقيقه للقب الدوري الإنجليزي. طب إزاي أرسنال خسر البطولة؟ فأنا شايف إن نادي أرسنال خسر البطولة بداية من مباراة ويست هام اللي كان متقدم فيها 2-0 وتعادلوا 2-2، ثم مباراة ساوثهامبتون اللي تعادلوا فيها 3-3. أعتقد إن الماتشين دول كانوا سبب في تغيير مسار نادي ارسنال في الموسم ده. النقطة التانية ان مفيش لاعب بديل بنفس مستوى اللاعب الاساسي. شفنا طبعا لما طبعا نادي ارسنال كان بيلعب باتنين قلبين دفاع طول الموسم اللي هم جابرييل وساليبا. شفنا لما ساليبا اتصاب لعب هولدنج، لا، في فرق كبير جدا. ساليبا واحد من افضل المدافعين في الدوري الانجليزي السنة دي، لما حصلت الاصابة ولعب حد زي هولدنج اتأثر مستوى نادي ارسنال. وبالتالي عشان تبقى فريق قادر انه يحقق لقب بطولة الدوري الانجليزي لازم يكون عندك في كل مركز لاعب واتنين بنفس
المستوى. فاعتقد ان الانهيار كان زي ما قلت لكم في مباراة وست هام، ثم مباراة ساوثهامبتون، ومباراة ليفربول. ولو ان مباراة ليفربول ارسنال ما قدمش حاجة اصلا عشان ياخد الماتش، وليفربول عمل كل حاجة في الماتش ده، فاعتقد لا، ان الماتشين بتوع ساوثهامبتون وويست هام هم كانوا السبب الرئيسي في ابتعاد نادي ارسنال في المنافسة على اللقب. برضو زي ما قلنا لازم يكون عندك بديل كفء بنفس كفاءة اللاعب الاساسي. شفنا برضو لما جابريال خيسوس اتصاب، الناس اللي لعبت بدل جابريال خيسوس فرص كتير كان المفروض تخلص ماتشات بدري جدا. اي نعم ارسنال كسب في الماتشات دي، بس انا بتكلم في نقطة محددة، نقطة ان يبقى عندك بديل كفء بنفس مستوى اللاعب الاساسي. النقطة دي مهمة جدا اذا كنت انت عايز تبقى فريق ياخد بطولات. هديك مثال، لما نادي ارسنال نفسه تعاقد مع تروسارد من نادي برايتون، هنا لما مثلا مارتينيلي يتصاب خلاص هيلعب تروسارد مكانه، مفيش اي مشكله. لما تروسارد هيتصاب هيلعب مارتينيلي مكانه، الاتنين بنفس المستوى، الاتنين هيدوني نفس الكفاءه، وبالتالي مش هيكون عندي مشكله في المركز ده. فده اللي محتاجه نادي ارسنال عشان يقدر ينافس على بطوله الدوري الانجليزي، انه يكون عنده بديل بنفس كفاءه اللاعب الاساسي. طيب عشان نسيب النقطه دي، هل نادي ارسنال قادر ان هو ينافس على بطولة الدوري الانجليزي السنة الجاية بالسكواد ده؟ فانا بكل صراحة كده وبكل وضوح اقدر اقول لك لا. نادي ارسنال محتاج تدعيمات في مراكز كتير، نادي ارسنال محتاج صفقات، ولو نادي ارسنال ما عملش التدعيمات دي فهيبقى برضو طموح نادي ارسنال السنة اللي جاية، خلينا نكون واقعيين، هو الوصول للتوب فور وليس البحث عن الفوز ببطولة الدوري الانجليزي. نسيبنا من ارسنال ومانشستر سيتي وندخل على نادي مانشستر يونايتد صاحب المركز الثالث السنة دي. ومش هرغي كتير في موضوع مانشستر يونايتد، بس مانشستر يونايتد مع إيريك تين هاج، لا مانشستر يونايتد فريق محترم، فريق قادر ان هو يبني لسنين جاية كتير، راجل قدر يحط ايده على المشاكل، طالب حاجات معينة من الادارة، صفقات معينة من الادارة لازم يحققها له السنة الجاية اذا كانوا عايزين ياخدوا حاجة من إيريك تين هاج. في حاجتين بس مش مفهومين بالنسبة لي. فكرة طبعا كاسميرو صفقة كويسة جدا بالنسبة لمانشستر يونايتد، الجماهير حبته جدا، هو قدم في الملعب مستوى جيد جدا، بس في النهاية اسلوب لعب كاسيميرو لا يتناسب مع طريقة لعب إيريك تين هاج. يعني الراجل في وقت من الاوقات كان عايز فرانك ديونج من برشلونة فجابوا له كاسيميرو. النقطة الثانية هي فكرة دخية. طبعا معروف ان إيريك تين هاج اسلوب لعبه مع نادي اياكس بيبقى عايز حارس مرمى بيلعب برجله، ودخية طبعا ما بيلعبش برجله، مش من الحراس اللي بتلعب برجلهم. فهل إيريك تين هاج هيتخلى عن اسلوبه وهيستمر دخية مع مانشستر يونايتد الموسم اللي جاي؟ انا سمعت وعندي اخبار ان الراجل بيحب دخية وما عندوش اي مشكلة خالص مع دخية، فمعنى كده ان إيريك تين هاج عنده استعداد ان هو يتخلى عن طريقة لعبه. فانا شايف ان دي هتبقى معضلة خلال الصيف وخلال السنة اللي جاية، وكذلك برضو موضوع كاسيميرو. بس في النهاية لا، الراجل عايز صفقات معينة، عايز اسماء معينة، ولو ادارة مانشستر يونايتد ما حققتلوش الصفقات دي، طبعا لسه موضوع الادارة مش عارفين لسه الاستثمار السعودي هيشتري نادي مانشستر يونايتد ولا لا. فاعتقد ان نادي مانشستر يونايتد هيستمر في التخبط ده لمدة سنة كمان، وان من السنة اللي بعد اللي جاية اعتقد ان نادي مانشستر يونايتد هيرجع للصورة بشكل كبير وهيبقى قادر ان هو ينافس على بطولة الدوري الانجليزي. ندخل على طول على صاحب المركز الرابع واكتر فريق حقق الاهداف المطلوبة منه السنة دي في الدوري الانجليزي واكتر كمان، وهو نادي نيوكاسل. طبعا صندوق الاستثمار السعودي استثمر في نادي نيوكاسل من بداية الموسم اللي فات، وانا شايف تطور كبير ان من اول سنة يقدروا يوصلوا المركز الرابع ويلعبوا في بطولة دوري ابطال اوروبا وما صرفوش كتير. يعني اغلى لاعب جايبينه كان ايزاك، اعتقد ايزاك كان اغلى لاعب جايبينه، في هدوء في تأني في موضوع الصفقات، وفي النهاية حققوا اهدافهم. فده بصراحة انجاز كبير جدا سواء لصندوق الاستثمار السعودي في الاستثمار في نادي نيوكاسل، وايدي هاو كمدرب قدر ان هو يوصل بالفريق للمركز ده، فده طبعا انجاز كبير جدا لنادي نيوكاسل. بالنسبه لنادي ليفربول اللي للاسف ما قدرش يوصل لبطوله دوري ابطال اوروبا وهيلعب في الدوري الاوروبي السنه الجايه، وطبعا حاجه طبعا تزعل ان نادي كبير زي نادي ليفربول ما يكونش موجود في بطوله دوري ابطال اوروبا، بطوله الكبار. فليفربول طبعا نادي كبير، فحاجه تزعل مش بالنسبه
لمشجعين نادي ليفربول بس، كل مشجعين الكرة في العالم طبعا هيفتقدوا نادي ليفربول في بطولة دوري ابطال اوروبا، وليفربول بشكل عام في الدوري الانجليزي السنة دي او السنة اللي فاتت. سوء مستوى الاداء اللي ظهروا بيه، وازاي ظهروا بالشكل ده وليه ظهروا بالشكل ده، كل ده متكلمين عليه في حلقة لوحدها هتلاقيها هنا او هنا، وهسيب لك اللينك بتاع الحلقة دي في الديسكريبشن برضو بتاع الحلقة، تقدر تدخل عليها وتشوف وتحلل معانا كده موضوع انهيار ليفربول في اخر موسمين مع يورجن كلوب. بالنسبه لنادي برايتون مع روبرتو دي زيربي، فاكهه الدوري الانجليزي السنه دي، قدروا ان هم يحققوا اهدافهم برضو السنه دي واكتر من اهدافهم كمان. هيلعبوا في بطوله اوروبيه، بطوله الدوري الاوروبي، واعتقد ان هم يستحقوا المكان اللي موجودين فيه. ومش بس برايتون، كل الانديه اللي موجوده في ترتيب الدوري الانجليزي في الوقت الحالي يستحقوا المكان اللي هم موجودين فيه. نيوكاسل يستحق ان هو يكون في بطوله دوري ابطال اوروبا، ليفربول ما يستحقش ان هو يكون موجود في دوري ابطال اوروبا، وكل الانديه اعتقد ان هي حققت المركز اللي هي المفروض تكون موجوده فيه. وشفنا كلنا طبعا في اخر مباراه لبرايتون في الموسم لاعب زي كايسيدو ولاعب زي ماك أليستر بيودعوا الجماهير، وروبرتو دي زيربي طلع في مؤتمر بعد الماتش وقال ان ماك أليستر وكايسيدو مش هيكونوا معانا السنه الجايه، وان دي سياسه النادي زي ما طلعوا تروسارد لنادي ارسنال. ماك أليستر وكايسيدو اكيد هيتنقلوا، وطبعا الراجل روبرتو دي زيربي قال ان هم لعيبه تستحق انها تلعب في مستوى اعلى، ودي طبعا سياسه نادي برايتون في فكره الاستثمار في اللاعبين. وفي كلام ان ماك أليستر رايح نادي ليفربول بحوالي 70 مليون يورو على حسب اخر الاخبار. استون فيلا في المركز السابع اتحول فجاه بقدره قادر من نادي السنه اللي فاتت بينافس على الهبوط والبقاء في الدوري الانجليزي لنادي بيلعب في بطوله اوروبيه. اول مره يلعب نادي استون فيلا في بطوله اوروبيه من 13 سنه، والفضل يرجع لشخص واحد بس اسمه اوناي ايمري. عمل تحول عجيب وغريب في نادي استون فيلا، ما نقدرش نقول اي حاجه تانية. المستوى مع ستيفن جيرارد كان سيء جدا، اوناي ايمري جه غير شكل الفريق تماما، مستوى اللاعبين كلهم اتغير مع اوناي ايمري، حتى الحماس في المدرجات اتغير مع اوناي ايمري. فكون ان نادي استون فيلا بيلعب في بطوله اوروبيه السنه دي، فانا شايف ان الفضل يرجع لملاك النادي اللي اختاروا اوناي ايمري مدرب للفريق. لو هنتكلم على نادي توتنهام في كلمتين اتنين، فانا شايف ان نادي توتنهام نادي مهزأ بالمعنى الحرفي للكلمة، نادي مهزأ. وبصراحة يعني لو مش موجود لاعب زي هاري كين، اعتقد ان نادي توتنهام كان هيبقى زيه زي تشيلسي بالظبط، بينافس على مراكز الهبوط حتى الاسابيع الاخيرة. فما اقدرش اقول غير ان نادي توتنهام نادي مهزأ، وملاك نادي توتنهام ملاك مهزئين. مش عارف اقول اي حاجة تانية غير كده بصراحة بخصوص نادي توتنهام. ويا عم هاري كين، يعني كفاية عليك كده قوي في توتنهام، يعني اخلع بجلدك او انفد بجلدك وتوكل على الله، العب في نادي حقق لك بطولتين ثلاثه قبل ما تعتزل. لو هنتكلم عشان ما نطولش عليكم على الثلاث فرق اللي هبطوا، فنادي ساوثهامبتون لا طبعا المفروض يهبط من السنه اللي فاتت والسنه اللي قبل اللي فاتت. ساوثهامبتون بقاله 3 4 سنين ما بيقدمش كوره، فوجوده في الدوري الانجليزي اصلا لحد سنه 2023 فده يعتبر انجاز بالنسبه لهم. فخلاص موضوع ساوثهامبتون موضوع محسوم تماما. ولو هنتكلم عن نادي ليدز يونايتد، فبرضو انا مش قادر اتعاطف معاهم، يعني نادي عريق بس انا مش قادر اتعاطف معاهم. فريق مستقبل 78 هدف في الموسم، فازاي عايز يفضل في الدوري الانجليزي بالدفاع ده؟ ما اعتقدش ان فريق يقدر يفضل في الدوري الانجليزي بالدفاع المهلهل ده. 78 هدف كتير جدا بصراحة. طبعا تخلوا عن مارسيليو بيلسا، وبعد كده جابوا مارش المدرب الامريكاني، عمل معاهم شوية اداء كويس في بداية الموسم. بعد كده طبعا النتائج ازدادت سوء لحد ما في الاخر هبطوا مع سام ألاردايس للتشامبيونشيب. اما النادي الثالث اللي هبط وانا متعاطف معاهم جدا بصراحه، ومش متعاطف عشان نادي ليستر سيتي حقق لقب دوري انجليزي في يوم من الايام، ولا عشان ليستر سيتي نادي عريق. نادي ليستر سيتي مش بعراقه ليدز يونايتد ولا بعراقه ايفرتون اللي فضل في الدوري الانجليزي، بس انا زعلان بصراحه على اللعيبه. في لعيبه كتير في نادي ليستر سيتي ما تستحقش الهبوط للدوري الشامبيونشيب، زي تيليمانس، ماديسون، فاردي، لا لعيبه تقيله جدا. فدي حاجه تزعل بصراحه، وخصوصا فاردي انا زعلان عليه جدا لانه لاعب مخلص جدا لليستر سيتي. تقريبا هو اللاعب الوحيد من السكواد اللي فاز ببطوله الدوري الانجليزي اللي موجود لحد دلوقتي في التشكيله، وللاسف هيهبط معاهم للتشامبيونشيب. اعتقد ان فاردي هيكمل مع ليستر سيتي وهيصعد بيهم تاني للدوري الانجليزي الممتاز، واعتقد دي هتبقى مغامره جميله جدا بالنسبه لجيمي فاردي. اخر نقطتين هتكلم فيهم، وانا اسف ان انا طولت عليكم في الحلقه دي.
افضل لاعب في الدوري الانجليزي لموسم 2023 من وجهة نظري التي لا قيمة لها على الاطلاق. انا شايف ان مارتن اوديجارد لاعب نادي ارسنال هو افضل لاعب في الدوري الانجليزي موسم 2023، وفي المركز الثاني يجي هالاند، وفي المركز الثالث يجي جاك جريليتش. واعتقد ان ناس كتير ممكن تختلف معايا في الاختيارات دي، بس في النهاية دي وجهة نظري ان افضل لاعب في الدوري الانجليزي السنة دي هو مارتن اوديجارد. النقطة التانية اللي عايز اتكلم فيها ان في صفقات كتير جدا جت الدوري الانجليزي في بداية الموسم، كنا متوقعين ان هم يكسروا الدنيا، وفي النهاية خذلت الفرق بتاعتها. يعني في تشيلسي لوحده 3 4 لعيبة، لعيب زي مودريك، لعيب زي اوباميانج، لعيب زي بيسوما، لعيب زي ريتشارلسون في توتنهام، لعيب زي نونيز في ليفربول، لعيب زي ساكاماكا في وست هام. دي كلها لعيبه احنا كنا متوقعين ان اللعيبه دي هتنقل انديتها لمكان تاني خالص، وللاسف الصفقات دي كلها كانت صفقات جديده وخذلت انديتها. دي برضو سبب برضو من ضمن الاسباب اللي ادت لسوء مستوى بطوله الدوري الانجليزي السنه دي. نسينا نتكلم عن تشيلسي. تشيلسي تخبط اداري، تخبط اداري، إقالة توخيل، تعيين بوتر، ما خدش فرصة كاملة، هات لامبرد مؤقتا لآخر الموسم، وفي النهاية تعاقدوا مع بوتشيتينيو. طيب ده ايه؟ ده تخبط اداري، واحد لسه ماسك النادي جديد ما عندوش خبرة. طبعا ابراموفيتش حدث ولا حرج لما كان ماسك نادي تشيلسي، طبعا نادي بطولات، فالوضع اختلف تماما مع المالك الجديد. فهل هيستمر نادي تشيلسي في التخبط ده؟ اعتقد لا. وخدوا الكلمة دي وسجلوها لي، نادي تشيلسي الموسم اللي جاي مع بوتشيتينيو هيكون منافس قوي جدا على بطولة الدوري الانجليزي، مش التوب فور. نادي تشيلسي الموسم اللي جاي بالسكواد اللي معاه هيكون منافس قوي جدا على بطولة الدوري الانجليزي السنة اللي جاية. اخر حاجة خالص هنتكلم فيها وهي تشكيلة الموسم او افضل 11 لاعب في الموسم من وجهة نظري طبعا، ويلا بينا نبص عليها مع بعض. في مركز حراسة المرمى هختار نيك بوب، كان له دور كبير جدا ان نادي نيوكاسل يفنش في المركز الرابع. في مركز الباك الشمال هختار استوبينيان لاعب نادي برايتون. في مركز الباك اليمين هختار تريبيه، طبعا لاعب نادي نيوكاسل. في مركز قلب الدفاع هختار الاثنين قلوب الدفاع بتوع نادي ارسنال، كان لهم دور كبير جدا ان نادي ارسنال يكون في المركز الثاني، ولو ما كانش سليبة اتصاب كمان كان ممكن نادي ارسنال يحقق البطولة. هختار سليبة وجابريال ماجاليس. في مركز خط الوسط او لاعب الارتكاز طبعا هختار رودري. رودري احسن لاعب في مركزه في العالم كله او في اوروبا اخر 3 4 سنين. في خط الوسط طبعا هختار مارتن اوديجارد اللي انا اخترته افضل لاعب في البطولة السنة دي. هختار كيفن دي بروين. وفي مركز الهجوم هختار هاري كين وايفان توني من نادي برينتفورد، وطبعا ايرلينج هالاند من نادي مانشستر سيتي طبعا لازم يكون موجود في افضل تشكيلة في الدوري الانجليزي السنة دي. طبعا في ناس هتختلف وتتفق في التشكيلة، بس اعتقد ان في لعيبة يعني خلاص مفيش خلاف، تريبيه مفيش خلاف، اوديجارد مفيش خلاف، هاري كين وهالاند مفيش خلاف، كيفن دي بروين مفيش خلاف. فانت ممكن مثلا تشيل سليبة او جابريال وتحط مثلا روبن دياز، ممكن تشيل ايفان توني وتحط راشفورد. بس دول ال11 اللي انا شايفهم افضل 11 كانوا في الدوري الانجليزي السنه دي. نختلف او نتفق، انت ممكن تكتب لي برضه في الكومنتات مين من وجهة نظرك افضل 11 لاعب كانوا في الدوري الانجليزي السنه دي، او افضل تشكيله لبطوله الدوري الانجليزي السنه دي، وتكتبها لي في الكومنتات ونشوف مع بعض. وبس كده، دي كانت حلقة حصاد الدوري الانجليزي السنة دي. اعتقد ان احنا غطينا كل الاندية، اتكلمنا في كل الامور اللي انا كنت عايز اتكلم فيها. ما تنساش تعمل اشتراك في القناة وتفعل زر الجرس على الكل عشان يوصلك حلقاتنا الجديدة اول باول. وما تنساش تكتب لي في الكومنتات افضل تشكيلة للدوري الانجليزي من وجهة نظرك السنة دي، ونشوفكم الحلقة الجاية ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.